السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة التايجر او كيكة الزبرة او الماربل كيك، التلات اسماء يمشوا عليها عادي. يلا هنبدأ. معانا المكونات، نسمي الله. دول 3 كوبايات دقيق، معانا كيس بيكنج باودر كامل، في ملح، 3 بيضات، 30 جرام كاكاو خام اسباني، معانا فانيليا سايلة، معانا السكر عامل 250 جرام، كوباية سكر كاملة، كوباية لبن كاملة، نص كوباية زيت. هنجيب بقى الخلاط ونبدأ. بصوا يا جماعة، الدقيق ده كان عامل 440 جرام، يعني نص كيلو الا 60 جرام، ومعانا السكر 250 جرام، معانا برضو اللبن 250 جرام، معانا الزيت 100 جرام، الكاكاو 30 جرام. الفانيليا لو ما عندكيش فانيليا سايلة حطي كيسين فانيليا من التانية العادية. عايزة ايه تاني يا جماعة؟ الزيت ده نص 100 جرام. انا ممكن تحطي عليه معلقه زبده او معلقه سمنه المتاحه عندك، ما عندكيش خلاص اكتفي بالزيت، واي نوع زيت، مش ضروره يعني يكون زيت حلو. حطينا البيض هنا مع الفانيليا طبعا ومع السكر ومع الزيت، وهنضرب المكونات دي كلها في الخلاط قد مثلا دقيقتين لحد ما السكر يدوب ولون الخليط يفتح معانا شويه. الكيكه دي يا جماعه بتدي شكل تحفه في الاخر، يعني الاطفال بيعشقوها من شكلها. هما الأطفال عموما بيعشقوا كل الكيكات، بس الكيكة دي بتبقى شكلها كده شيك كده في الآخر وجميلة. هو الخليط كده فتح معانا شوية، هنحط بقى اللبن. ده قلتلكوا ربع كيلو لبن. تمام. وهنضرب ضربة في الخلاط قد دقيقة كمان. بالنسبة للكاكاو يا جماعة، ممكن تجيبوا، انا يعني يفضل ان هو يكون كاكاو خام اسباني، الاسباني الاسمر ده هيخليها جميلة وطعمها احلى. فالكاكاو زي ما انتم شايفين هنحط ايه اللي على الدقيق، الكيس البيكنج باودر وذرة ملح صغيرة، ذرة خالص عشان السنة بس. ونقلب الأول قبل ما نحط الخليط. الدقيق ده طبعا أنا نخلاه، لازم تدخلوا الدقيق بتاع الكيكة عشان يدخله هوا. هنقلبه الأول وبعد كده هنحط الخليط شوية بشوية. قلتلكوا الكاكاو يا جماعة لازم يكون كاكاو خام أسباني، ما تجيبوش الكاكاو الفرط اللي هو بيبقى عند العطار ده، ما بيبقاش كاكاو، بيبقوا خلطينه بحاجات كده وتحس ان هو فيه تراب. فتجيبوا الكاكاو من مصدر موثوق فيه، يا اما تجيبوا الكاكاو بتاع كوكس، كيس كوكس كده يعني هيقضي الكميه معانا دي، تحطوه كله. تقريبا كان عامل 7 جنيه اخر مره اشتريته، مش غالي يعني. فكوكس هيبقى طعمه احلى بكتير من لو ما لقيتوش كاكاو اسباني. هنحط طبعا الخليط ونقلب. تمام. آه تق- انا لقيته الخليط تقيل شويه، هحط قد نص كوبايه لبن كمان. يبقى كده كوبايه ونص لبن، على حسب بقى الخليط قدامك، بيبقى تقيل بيبقى خفيف زي ما انت عايزاه. بس احنا عايزينه زي خليط البشاميل كده، سايب عرق كده حلو، لا تقيل ولا خفيف. وهنقلب بقى بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد. اهو شايفين الخليط عامل ازاي، العرق بتاعه القوام بتاعه عامل ازاي. هنجيب بقى طبق بولة تانية وهنحط فيها نص الخليط ده، نص الخليط. وهنجيب بقى الكاكاو معانا، كانوا 30 جرام. هنجيبه. انا زودت لبن تاني عشان خاطر لما بنحط على الكيكة الكاكاو بتتقل، فانا زودت شوية كمان. وهنقلب بقى بالمضرب اليدوي تاني. بصوا يا جماعة، اللي مش عنده لبن عادي ممكن يزود مية، يعني مش هتفرق والله يعني. زودي مية عادي يعني. يبقى كده احنا زودنا قد كوباية ونص لبن. جبت بقى صينية بايركس. عندك صينية ألمونيا بس الكيك بيطلع أحلى في الصينية البايركس والصينية الألمونيا. بصراحة أنا كنت بسويه في الألمونيا، بس لما لقيت جربت البايركس كان تحفة. وكمان بتشوفي البتاع استوى من تحت ولا لأ، لو مثلا هتبدأ تتحرق معاكي لو مش عارف ايه، فالبايركس بيوريك اللون أكتر. دي حتى كمان أنا مبدهنهاش زيت، والله ما بدهنها نقطة زيت خالص. يعني موفرة جدا الصينية. طبعا كلنا عندنا طبعا الصينية البايركس دي، اللي مش عنده يعمل في ألمونيا ويدهنها سنة زيت. هنحط بقى كل بولة فيها كبشة.
وهنحط كبشة من دي على كبشة من دي، هنفضل كده لحد ما نخلص الكمية كلها، كبشة من دي على كبشة من دي. اللي هو هنوريكم الشكل في الاخر. خلصت انا بقى الكمية كلها وشكلها بيبقى كده. هنجيب بقى سكينة خلة سنين، وهنيجي من الجناب كده ونروح داخلين لجوه، مش من جوه لبره، لا من بره لجوه، عشان تعمل الشكل الجميل ده. تمام، شايفين شكلها جميل قوي، يعني هي خدت الشكل من فوق كده، لما هتستوي هتطلع نفس الشكل ده، هتبقى شكلها جميل جدا من جوه كمان. هدخلها، انا كنت طبعا مشغله الفرن على 100 درجه حراره 180 من قبل ما ابدا. هدخلها على الرف اللي في النص، هتاخد حوالي ساعه الا ربع. تمام، هي كده خلاص استوت. انا بشوفها بعد نص ساعه، ما بيعدي نص ساعه بروح شايفاها. طبعا بتشوفي الساعه بتبقى كام اول ما بتدخل، وبعد نص ساعه بتشوفيها استوت ولا لا. انا كنت بدخل بيها فيها السكينه بقى قبل ما تخرج، فما لقيتش فيها حاجه، فخرجتها وطلعتها بعد ساعه الا ربع. تمام، هسيبها تبرد وهقطعها لكم. كده هي بردت وقطعتها. بصوا البتاع مش ما بتكونش لازقه من تحت في الصينيه، مع ان انا ما حطيتش زيت. وبصوا شكلها عامل ازاي يا جماعه، تحفه، شكلها ملخبط كده في بعضها، بتدي شكل جميل وعاليه وهشه وجميله يعني. انا كده قطعتها وعملت جنبها طبعا شاي، في كوبايه شاي في الخمسينة كده، واستمتعوا بقى بالكيكه جنب الشاي. والسكر بتاعها كده مش كتير، يعني هو مظبوط عشان ما تبقاش مسكره على الاطفال او على الكبار كمان. كان معاكم ساره. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو حبيتوا تشتركوا في القناه دوسوا اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اروح انا بقى اكل حته الكيكه مع كوبايه الشاي كده، وانتوا اتفرجوا عليها شويه. جربوها يا جماعه، جميله جدا، هيحبوها الاطفال قوي. يلا، مع السلامه عليكم.